السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ست الكل. مع النهاردة وصفة جديدة، هنعمل مع بعض كبسة الفراخ بطريقة تحفة هتعجبكم جدا، مش هتاخد منك وقت، وعندك أحلى كبسة. معانا هنا البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل أسود، معلقة كبيرة بهارات كبسة، مع نص معلقة كركم، 3 حبهانات، 2 لومي، ورق لورا، مستكة، قرنفل، عود قرفة خشب، فلفل اسود صحيح، ومكعبين مرقة. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا الحلة بتاعتنا على النار، معلقتين زيت ونص معلقة سمنة. هننزل بالبهارات بتاعتنا، كل البهارات اللي احنا كنا مجهزينها دي هننزل بيها، هنشوحهم. كان ننزل بالفراخ بتاعتنا، شايفين قطع الفراخ. طبعا الفراخ دي احنا منضفينها كويس ومصفيينها من المية. واهم حاجة ان احنا نفتح الفرخة، نعمل فيها فتحات عشان تستوي معانا بسرعة. هنشوح الفراخ بتاعتنا دقيقتين. بعد كده هننزل ببصلاية مفرومة او بصلاية متقطعة صغير، وهنشوحها مع الفراخ. هنبدأ نشوح فيهم شوية لحد ما البصلة بتاعتنا والفراخ بتاعتنا تاخد لون وتاخد جزء من السوا. بعد كده هننزل بمية مغلية ومعلقة صلصة طماطم ونص معلقة صغيرة هريسة، وهنقلب ونغطيهم ونسيب الفراخ تستوي. معانا هنا تعالوا نجهز الرز بتاعنا. هنا الرز بتاعنا رز بسمتي، نحط عليه مية مغلية وهنسيبه منقوع نص ساعة. تعالوا نعمل مع بعض بقى سلطة الدقوس. معانا هنا 4 طماطمات، حبتين فلفل رومي اخضر، وفصين توم مفرومين. ننزل عليهم بملح وفلفل اسود ورشة كمون ورشة كزبرة ومعلقة خل كبيرة ونص معلقة صلصة طماطم ونص معلقة هريسة. طبعا الدقوس اساسي بنضيف لها كزبرة خضراء، بس انا هنا ما عنديش فهعمل من غيرها، هيطلع طعمها حلو برضه يا جماعة، بس اساسي فيها الكزبرة الخضراء. ضربنا الدقوس بتاعتنا كويس زي ما احنا شايفين كده. شايفين جميلة ازاي؟ ونفضيها في علبة ونشيلها في التلاجة لحد ما نيجي نقدمها. شايفين لونها جميل ازاي؟ تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا استوت ولا لسه. هي خلاص قربت تستوي، خلاص كده استوت. هنطلعها، هنشيل بقى الحبهان وحبوب الفلفل الاسود والقرنفل عشان ما يطلعولناش في الاكل. هنا ضفت نص معلقة لون زعفران. طبعا المرقة دي نعايرناها قد مقدار الرز اللي هنعمله، وغسلنا الرز وصفيناه ونزلنا بيه في المرقة وهنسيبه يتشرب، وبعد كده نهدي عليه النار. بعد ما هدينا على الرز النار، تعالوا نحمر الفراخ بتاعتنا نديها لون وطعم حلو. معلقة سمنة على معلقة زيت، ننزل بالفراخ بتاعتنا، حمرها نديها
لون على الوشين. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين الفراخ لونها جميل جدا، زي ما احنا شايفين خلاص كده حمرت. اهم حاجه تاخد معانا لون حلو يا جماعه، خلي بالنا لا تتحرق. هنشوف الرز بتاعنا بقى. بصوا الرز بتاعنا جميل ومفلفل ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنرص الفراخ بعد ما اتحمرت على الوش كده، وهنغطيهم ونسيب الرز يكمل تسويته مع الفراخ. الكبسه بتاعتنا شايفين بقت عامله ازاي، بجد تحفه. الرز مفلفل ازاي. اهم حاجه لما ننقع الرز ونسيبه نص ساعه بنحط مقدار الميه قد مقدار الرز بالظبط، هيطلع معاكي الرز مظبوط. بجد جربوها هتعجبكم جدا. ولو اول مره تشوفوني ياريت متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.